التي تجمع الرجاء على أرضية ميدانه هنا في المركب الرياضي محمد الخامس وفي العاصمة المغربية الرباط، حيث يلتقي في داره البيضاء بالنادي الأهلي. ومن خلال أحداث هذه المواجهة في مباراة الإياب بعد أن خسر هنالك في القاهرة بهدفين مقابل هدف واحد، يسعى بكل جهد بدر بولهرود ومحكري الوردي في مباراة اليوم، ويغيب أيضا الحارس محمد الشناوي هدفا قلصت الجزاء، عرضية ملعوبة، خطورة موجودة، راسية في المرمى. الطارسي عندما حقق لقب او ثلاثيه تاريخيه كره للتصديد، لكن الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب. 3 مواسم الان، الموسم الثالث على التوالي لاعبا الى المقدمه، البحث عن الكرات العرضيه، لكن ايضا هدف واحد، يعلم بان ال1-0 تؤهل الرجاء الى اليمنى. توغل ومرور، محاوله لمصلحه الرجاء، سقوط صافره موجوده وخطا لمصلحه اصحاب الدار. تاتي لا زالت ماجيتنداي أشار إلى استمرارية اللعب. ماجيتنداي قال ذلك علي معلول، سنيتي يتصدى أنس، ولكن لا زالت مستمرة وقائمة، عرضية راسية من اليو ديانج المالي من اجل تعويض خطأ ارتكبه امام منطقة جزاء. الاهلي في 3 زيارات سابقة لم يحقق الانتصار على مستوى مباراة السوبر الافريقي. كرة بمحاولة ملعوبة الان لا زالت في ارضية الملعب، لكن طالت، تحولت، وصلت الى خارج ارضية الميدان. قبلها صافرة من حكم المواجهة مجد تشكيلة فريق الرجاء بعدما لعب لسنوات هنالك مع ايضا المغرب الفاسي، ثم بعد ذلك كان بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، من المقابل لا شيء. شارك في منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة، تسديدة تأتي من النسخ ال3 الماضية في بطولة كأس أفريقيا. جاز ملعوبة داخل منطقة الجزاء، الشناوي في ووفاق الصيف الجزائري. كرة محاولة ملعوبة الآن، تظهر على كورته بالشكل المطلوب الآن، يلعبها أمامية. اللاعب الحاضر معنا في منتصف ملعب المباراة مع محمد سريدة مع المكعاسي، بوجود أيضا فابريس نجومة. هذا الربع مرات ال6 السابقة نجح في العبور والتأهل والوصول إلى الدور نصف النهائي. نجح في 6 مرات بطولة دوري أبطال أفريقيا، 17 مرة بحث عن المرتدة الآن بيرسي تاو، لكن أيضا تغطية من الحدث عن طريق اللاعب اللي هو حسين الشحات إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس لفريق الرجاء والوطن العربي الكبير، ودائما ما كان هنالك عبد الاله مذكور في التوقيت المناسب، مذكور لاجل ثالث على التوالي، او الرجاء بتتصدر كل الدول في افريقيا ب17 لقب. جاءت من اجل تحفيز الفريق، لكن ما يشفع الان هو من سجل هدف الدام. والمشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان عبر العوبة، لكن في المكان المناسب شناوي يتصدى للكرة، يبدأ من خلالها محاولة جديدة لمصلحة النادي الأهلي. الكرة بعد ذلك أمامية ملعوبة الآن، طالت، تحولت، عادة شهيرة في مدرجات الرجاء التي طالما ردت. هذا هو جزء من عالم كرة القدم، وهذا هو جزء من راسية ولا إبعاد. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، سجل الأهلي 1-1 إلى محاولة وإبعاد، لا زالت مستمرة، وقائد متولي محسن يلعبها داخل المنطقة، راسية تأتي لكن إلى خارج أرضية الميدان. وصلت إلى ركلة مرمى، عطاء السحاب ملعوبة، المحاولة من ركنية راسية، لكن الآن بعيدة، دخول إلى منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة، تسديدة تأتي لكن في أحضان أنس. انطلاقة المواجهة وبداية الشوط التحداد، يبحث عن المرور والتقدم، يسقط في أرضية الميدان، صافرة موجودة وخطأ لمصلحة حميد حداد. الذي المكعاسي، دخول إلى منطقة الجزاء، محاولة مرور وتقدم، سقوط في أرضية الميدان، حكم يشير باستمرارية اللاعب، تعود في الجانب
الرجاء كان قويا دفاعيا وهجوميا، مرت من امام الجميع بعد ذلك معلول